استغلال مناصبكم لتحقيق غايات ومنافع شخصية من خلال قيام رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سلام بإصلاح عجلة غير عادة للشبكة. أن نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سلام المستقيل لم يقم بإصلاح أي عجلة، وهذا كان ادعاء كاذب من قبل السيد رئيس شبكة الإعلام العراقي. وثيقة أنا هم نعرضها أمام الإعلام، موقع عليها مدير الورشة وموقع عليها أيضا عن مدير النقل، هذا تفضيل لأعضاء مجلس النواب، لذلك أنا أعرض هاي الورقة وأكد عليه. اسمح لي السيد الرئيس أقراها، اسمح لي. تفضلي اقريها حتى يجاوبوا. السيد رئيس شبكة الإعلام العراقي السيد مدير النقل محترم، مين تصليح سيارة مدنية، تم تصليح العجلة تاكسي داخل ورشة النقل، حيث كانت متعرضة لحادث اصطدام من قبل إحدى سيارات الدكتور محمد سلام نائب رئيس المجلس الأمناء، وبتوجيه من قبل الدكتور محمد لتصليح العجلة من سمكر الورشة، تم تبديل دعامية زائد مازدات أمامية وإكمال التصليح في نفس الوقت. تفضل، هذا هنا أكو هامش من مدير النقل عن السيد رئيس شبكة الإعلام المحترم، يرجى التفضل بالاطلاع وأمركم مع التقدير. هاي ورقة مكتوبة بخط يدوي، هنا الموضوع من مدير الورشة والسمكري صادق ومدير النقل. جيد، أكمل الإجابة. أكمل الإجابة. أنا ما أتعامل مع مدير النقل، أنا بدرجة وزير أتعامل مع رئيس الشبكة. دز لي كتاب قال لي بمخالفة، ورا يوم دز لي قال لي غض النظر عن السايبة، وراها أنا ما اكتفيت بهذا الموضوع لأن خاف على وضع البلد، ويقول يابا ما يصير. أرجو عرض المرفق رقم 3 أستاذ شو اسمه؟ مرفق رقم 3 بتاريخ 29/12/2022. أي والله. قلنا يابا ميم مخالفة قانونية إلى السيد رئيس شبكة الإعلام العراقي المحترم، إشارة إلى كتابته بالعدد 437 في تاريخ 26/12/2022، والذي يطلب فيه غض النظر عن الكتاب ذو العدد 433 في 22/12/2022 بعنوان تصليح سيارة سايبة خلافا للقانون. وبصدد ذلك نود أن نبين الآتي: أولا، من خلال الاطلاع على الكتاب نرى أنها معلومات غير صحيحة بل مضللة، لا يقصد منها غير حمل رئيس الشبكة تجاه مجلس الأمناء، وأرسلت نسخة من الكتاب الأول إلى اللجنة النيابية المختصة، وهو أمر لا يفهم منه إلا تشويه لصورة مجلس الأمناء.